السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بيكم. النهارده جايبه لكم مفاجأة آلاء العسل ديت سكرة. طبعا ربنا كرمها بمولود. ربنا يديها ساعة سهلة يا رب، ويكمل حملها على خير، ويكرم نهال بإذن الله، ويكرم كل مشتاق. قولوا امين اللهم امين. قبل ما نبدأ الفيديو حطوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك يا ريت يشترك في القناة عشان يتابع معايا مفاجآت كتيرة جدا 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 بخصوص عائلة حوارات في الخير ان شاء الله. ربنا يبعد اي حاجة وحشة عنهم يا رب، ويبعد عنهم اي عين وحشة يا رب. انا العيلة دي انا بحبها جدا بجد، عيلة في قمة الادب والاخلاق. انا بعشقها الصراحة، يعني انا بحبهم. ربنا يكرم يا رب جميع الناس كده باللي بتحلم بيه يا رب. النهاردة بقى آلاء نزلت توزع التيشيرتات، الهدوم طبعا. المصنع بتاعهم اللي فتحوه، فنزلت بقى تدي المتابعين وكده. فالمتابعين قابلوها يعني مقابلة جميلة جدا، بيعشقوها يعني المتابعين أصلا حابين عائلة حوارات جدا جدا خالص. فأول ما شافوها، هي كانت الأخت ديت كانت شايلة لها هدية للبيبي، وكانت أول ما قابلتها قالت إنها هتديها لها. وفعلا أول ما شافتها وراحت هي تديها دي، وهي ادت لآلاء حاجة البيبي. آلاء بصوا فرحت جدا 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 إنها يعني قابلتها بالشياكة دي، يعني قابلتها بديتها حاجة للبيبي بتاعها، افتكرتها برضو. وهي طبعا المتابعين عارفين ان هي بتصور وجاية وكده والكلام ده. قد ايه حب الناس، بجد حب الناس دي حاجة من عند ربنا بجد، يعني حاجة من عند ربنا. يعني انت عارفة يعني ايه لما انت تمشي في الشارع وشايفة الناس حباكي، الناس بتحبك، الناس حابة تسلم عليكي، الناس بص. وهم احلى حاجة فيهم انهم ناس طبيعيين جدا. ناس طبيعيين، شايفين الاحضان، شايفين بصوا يعني. في ناس يعني انا عن نفسي قابلت شخصيات اعوذ بالله بجد والله العظيم. قد ايه يعني الناس ديت بجد، العيله دي عيله محترمه بجد. يعني الناس يعني الحمد لله ربنا وسع عليهم وكرمهم من وسع، عشان هم نيتهم طيبه من جوه. كلامهم حلو، بيعاملوا الناس يعني مفيش حد احسن من حد. فربنا يوفقهم، ربنا يوفق كل يا رب الناس اللي عايز يخلف يخلف، واللي عايز يتجوز يجوز. بجد الناس ديت من احلى ناس في الدنيا، يا ربنا يخليهم يا رب. فنزلت طبعا انتوا عارفين الموضوع، المصنع بتاعهم وهم طبعا بينزلوا وعايزين بيعملوا دعاية. هي بقى آلاء كانت طالبة من محمد، قال لها ايه رأيك في الشغلانة دي؟ راحت قالت له الشغلانة دي جميلة جدا جدا جدا، عايزة تروح أسوان، عايزة تروح القاهرة، عايزة تروح بورسعيد. فهي حابة انها تلف البلاد عشان خاطر توزع وتعمل دعاية للمصنع بتاعهم. بجد اللي جرب المصنع بتاعهم دوت يبقى يقول لنا، لان أنا طبعا ما حدش جرب حاجة من ديت. فالمصنع بتاعهم بيشكروا فيه جدا جدا، في مقاسات كبيرة صغيرة وسط حريمي ورجال. المصنع طبعا انتج كل حاجة. فبالدليل انها عايزين يعملوا دعاية هنا وهنا وهنا، وما شاء الله هم اصلا مشاهير يعني، وفي اوردرات وفي ده في كل حاجة. يعني اللي حتى لو انت في اخر الدنيا وعايزة تطلبي، هم سايبين ارقام تليفونات وسايبين كل حاجة على القناة بتاعتهم. لو حابين ان شاء الله هبقى انزل لكم رقم تليفونات. السلام عليكم، يا رب الفيديو عجبكم.